السلام عليكم واهلا وسهلا بكم من جديد في حلقه جديده من بودكاست شيما's فويس. بعد مرات في حياتنا كنلقاو راسنا واقفين قدام قرارات مصيريه، كنظنوا اننا كنختاروا الافضل، ولكن مع الوقت كيبان لنا ان الطريق اللي مشينا فيه ما كانش هو الصواب. هاد اللحظه كتكون قاسيه، كتخلينا نحسوا بالندم، بالحيره، وبواحد السؤال اللي كيحرقنا: علاش خدينا هاد القرار؟ واش فعلا خطأ في القرار ولا الطريقة اللي كنا كنفكروا بها؟ وغيرها من الأسئلة اللي كتدور لنا في الراس. في هذه الحلقة غادي نحاولوا نتعمقوا على هذه الأحاسيس ونكتشفوا كيفاش نتفاداو القرارات الغير صائبة. غادي نربطها بثلاثة ديال النقط: الضغط والتسرع، قلة المعلومات، والخوف أو الإغراء. إلا هضرت على الضغط والتسرع غادي نقول باللي أحيانا كتحس براسك خاصك تاخد قرار بالزربة بلا ما تعطي راسك فرصة والوقت الكافي باش تفكر. جات واحد الفكرة، قررت واحد القرار، كتوكل على الله. لكن واش من طبيعي تاخد قرار بلا ما تفكر ليه؟ وخصوصا لو كان قرار مصيري. تاني نقطة: قلة المعلومات. ممكن تاخد قرار بلا ما تكون عندك رؤية واضحة أو بلا ما تعرف كل التفاصيل. حاول تعرف فين غادي توصل، شنو غادي تعيش، وهداك القرار اللي انت كتاخده حاول تبروجتا به من هنا لواحد 5 سنين. صحيح ان الغيب كيبقى دائما بعلم الله، ولكن هذا ما كيمنعش انك تحط الزوين والخايب قدامك. صحيح ان الواحد خاصو يمشي بنية زوينة، ولكن الواحد عنده عقل وكيفكر. واحد القرار اللي انا غادي ناخده خاصني ندرسه من البداية حتى النهاية. ثالث نقطة هي الخوف أو الإغراء. الخوف من المجهول أو الإغراء ديال النتيجة سريعة كيخلينا نطيحوا في الفخ القرارات غير موزونة. راه ماشي كل حاجة زوينة كتبدا بالأحرى زوينة كتسالي زوينة. دير في بالك أن الحاجة اللي كتبدا بالزربة كتسالي بالزربة. مع الأسف هاد القرارات الغير صائبة اللي كندخل في حياتنا كتخلينا ندخلوا في واحد الدوامة خايبة، في بعض المشاكل النفسية ديال اللوم. كنبقاو نلوموا راسنا: علاش خدينا هذاك القرار؟ كنا غير صبرت، كنا غير ما درتش. ولكن ملي كنهضروا بالكون كنهضروا بالماضي، كنوليو نهضروا على الوقت وعلى الجهد، خصوصا لو كان شي قرار عنده علاقة بالماديات، شي بروجي مثلا، شي سفر مثلا. كتولي تربط الوقت مع اللوم مع الحياة، وكون غير ما ضيعتش الفلوس، وكون غير ما درتش هكا، وكون غير ما مشيت في ديك الطريق. وهاد جوج حوايج كيخليوك توصل لواحد المرحلة ديال ما تبقاش تايق في راسك او ما تبقاش تايق في القرارات اللي كتاخدهم. وهذا بحد ذاته راه تهريسة للروح ديالك، لانه كتوصل لواحد المرحلة بقيتيش عارف راسك شنو خاصك دير. اذا كيفاش ناخد قرارات ونحاولوا انها تكون قرارات صائبة؟ لانه كيف قلت في البداية القرار كان ناخده، ولكن الغيب كيبقى بيد الله. اول حاجة خذ وقتك الكافي، درس الابعاد ديالو. شنو هي الحاجة المزيانة اللي هتكون فيه، ولا قدر الله شنو هي الحاجة الخايبة اللي غادي تكون فيه. وهذيك الحاجة الخايبة واش انت قادر عليها، واش قادر تعيشها، واش قادر تحملها. لانه احنا ملي كنبقاو نتخيلوا الامور، ملي كيكون الحماس والكوراج كنتخيلوهم باحلام ورديه، ما كنتخيلوش الواقع. تاني حاجه وهي استشر الناس كتثق فيهم. كل واحد فينا عنده شخص او 2 أو 3 كيثق فيهم، وكتكون عندهم واحد الحكمه في الحياه. تيقول لك بالمثال المغربي: اللي فاتك بليله فاتك بحيله. وهذا ما جايش من فراغ. الناس اللي عندهم حكمه ناس طاحوا وناضوا وجربوا وعاودوا وعرفوا شنو هي الحياه. فما فيها بس استشر بناس فاتوك في الزمان، عرفوا قيمة القرارات الصائبة والقرارات الغير صائبة. وآخر نقطة هي حدد الأولويات ديالك. شوف هذاك القرار اللي انت واخده واش غادي يخليك تكون فرحان نفسيا، واش غادي يخليك تكون مطمئن، واش هذاك القرار لو الأمور تقلبات والقرار خرج غير صائب ما غاديش تندم عليه. خليك دايما كدرس شنو هما الأولويات ديالك. ملي تنقول الأولويات كنقصد بها أول حاجة دينك، تاني حاجة نفسك، وثالث حاجة أهلك. القرارات الغير صائبة جزء من حياتنا، ولكن الشيء المهم هو كيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نتعلموا منها. وخا تكون نتيجة خايبة
تقدر في أي لحظة تبدل من جديد. أنا شخصيا من الناس اللي كيشجعوا على التغيير. كنتي غادي في واحد الطريق ما عجباتكش، بدلها. الحياة سهلة ماشي صعيبة، حنا عايشين في واحد المدة قصيرة. إنما الحاجة الوحيدة اللي كان أنسيست عليها أولا هما زوج حوايج. أولا تحمل المسؤولية، وثانيا خلي دائما كيف ما بغى يكون هذا القرار عنده صلة بعلاقتك مع الله. يكفي يكونوا عندك هالجوج نقاط وعيش حياتك كيف ما بغيت. أي قرار خديتيه حسيتي براسك أن هذاك القرار ما مسلككش، رجع اللور وبدأ من جديد. وهي هذه الحياة، كنطيحوا وكنوضوا. إلا وصلتي معايا هذا الجزء من الفيديو تنقول لك شكرا لك. كنتمنى أن الفيديو تكون خفيفة على قلبك وعجباتك. انتظروني في الحلقة الجاية إن شاء الله. الله يسخر لكم الأمور وتهلاو في راسكم.